إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم أخواني الأعزاء معزين سيد الشهداء. اليوم هو عزاءنا بشخصية مسلم بن عقيل، وما أدراك ما مسلم بن عقيل. أنا أتكلم هذه في سلسلة بيان حديث عاشوراء وزيارة عاشوراء اللي هي اليوم الفقرة. وصلنا إلى الفقرة أسأل الله الذي قريناها قبل قليل، أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور، مع إمام هدى منصور بالحق. الآية المباركة منسجمة مع هذا النص في زيارة عاشوراء. اخوان، النصوص زيارة عاشوراء تحمل بداخلها كم هائل من المعاني. الله سبحانه وتعالى شنو جعل بيع، هذا اللي نعرفه بالدنيا، بيع وشراء، اللي هو يصير عقد بين اثنين، ومرة يصير إيقاعات يسمونها عقود وإيقاعات. هاي العقود والإيقاعات اللي يصير بين الناس يصير بيناتها خسارة وربح، يعني يحتمل فيها الربح ويحتمل فيها الخسارة، والخسارة محتملة في التجارة في البيع والشراء، وهذا وارد. بهاي التجارة اللي الله سبحانه وتعالى يبينها شو يقول؟ يسمونه الدافع الوجداني. هذا الدافع الحب يسمونه، يقولون وما الدين إلا الحب. البارحة قلنا اكو رواية عن الإمام الصادق شو يقول؟ يقول لكل شيء أساس، وأساس الدين حبنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. أساس الدين هذا الحب. تدري ما يتحرك الإنسان، الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقول ليش الله جعل حب المال في قلب الإنسان؟ وتحبون المال حبا جما، وايد تحبون الأموال. ليش؟ لأن إذا ما يصير عنده حب لشيء ما يصير عنده دافع للبحث عنه. إذا ما يصير عند الإنسان حب في داخله لشيء ما يصير عنده شيء يعني دافع حتى يتحرك باتجاهه. حتى اللي يحب له أكله يتحرك باتجاه الأكل، اللي يحب له شخص يجلس عنده ويروح عليه قصده ويبحث عن رضاه ويبحث عن محبوباته بكل مكان الإنسان. ولذلك العامل الأول والدافع الأول يسمونه الدافع وجدانا. وجدانا حب الإنسان لهذا العمل اللي هو نصرة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تشوف بالزيارة وأسأل الله دعاء، وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. وعندنا بعض العبارات في نفس الزيارة: أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن والحسين بموالاتك. يعني القربة مو بس إلى الله بهذا المجال، إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن والحسين بموالاتك. وهذه الموالاة ما تتأتى للإنسان إلا إذا عنده هذا العامل الأول اللي هو العنصر الوجداني. لازم يصير عنده عنصر ودافع وجداني. ليش؟ لأن يصير باستكمال الدين، يصير بطهارة القلب، ويصير بتمسك بالعروة الوثقى. لذلك بعض ما نريد شو نسميهم يقول ايش دعوة انتم متمسكين باهل البيت 24 ساعة
قابلين القبور وتسلمون وتحبون، وأطفالكم ومتبهذلين ورايحين زيارة مشي، وواحد معرض نفسه للخطر والناس معرضة نفسها للألم والأذى، وثم ايش دعوة بالزيارة الحجة وعمرة تعادلها؟ ليش؟ لأنها فيها إقامة منظومة الدين. إخواني يحتاج هواي مفاهيم واحد يصححها. يعني لما خلينا شوي نسبق الحدث، لما واحد يدخل لأبي الفضل العباس يقول له السلام عليك أيها العبد الصالح، ويجي يقول لك فلان أنت عبد صالح، أكيد أكو فرق، صح لو لا؟ لكن شنو الفرق؟ شلون واحد يقول لك أنت واحد ورب العالمين واحد؟ أكو فرق لو ماكو فرق؟ هاي وحدة عددية وهاي وحدة حقيقية، أكو فرق. لما يدخل واحد ويسلم على أبي الفضل العباس يقول له يا أبا الفضل العباس السلام عليك أيها المنظومة من الإصلاح. يعني مو خير وبس، مو شجاع وبس، مو مؤمن وبس، لا، أنت منظومة كاملة تقودني إلى الله، وهذا الفرق. فأكو دافع استكمال الأول اللي هو استكمال الدين، هذا الدافع الأول. الدافع الثاني هو يسمونه الدافع، أنا جاي أختصر حتى ما يطول عليك الأمر، احفظها. هذا الأول، الدافع الأول، وصل على محمد وآل محمد. الدافع الثاني على كل مؤمن إخواني يسمونه دافع عقائدي، يعني يروح إلى الله سبحانه وتعالى يصلي بصلاته بصيامه بحركته، مو رايح على مود يعني دوافع شهوانية، خلينا نعبر عنها دوافع نفسية بدون خطة وبدون خارطة. الصلاة عبارة عن خريطة طريق، لأن هذا الإنسان المصلي لما يصلي يتصل بالسماء. ولذلك تشوف واحد مهتم بالصلاة وواحد شنو الآخر ما عنده اهتمام بوقته، يفضل الجقارة على الصلاة، يسولف له سالفتين ثلاثة، خلص المؤذن عبره ساعة ساعتين ثلاثة، أنت تقول هذا الشخص ما عنده علاقة بالصلاة حقيقة، أو ما عنده معرفة بالصلاة. ليش؟ لأنه فضل القصة والسالفة وجزء النومة والقعدة. وما شاء الله هاي الفترة الليل صاير نهار، شايفين الليل صاير نهار، قبل نص ساعة قبل ربع ساعة من الصلاة نام، راح الصلاة الصبح، وش يروح وياها؟ الروايات تقول اللي ينام بين الصبح هذا الفجر إلى أن تطلع الشمس تجي ملائكة جايبة رزقه، يا رزق الصحة ورزق المال ورزق طولة العمر ورزق راحة البال، يجون يلقون نايم فيأخذون الأرزاق ويرجعون، وراح عليه هذا الجانب الرزق. ولهذا هناك نقطة مهمة، الإمام الصادق بآخر لحظات العمر شو يقول لهم؟ يقول لهم الصلاة 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 لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته. اللي يستخف بصلاته، يا بشر السؤال شلون يستخف بصلاته؟ يقول يستخف بصلاته الجانب العقائدي الثاني عنده ميت، يأخرها يقدم عليها ويل للذين هم عن صلاتهم شنو ساهون، مو ينسون بالصلاة. البعض يفهم ساهي عن الصلاة ينسى بالصلاة، لا، الساهي عن الصلاة هو اللي يأخر وقتها بدون أي عذر. وللأسف هاي امتدت بعض الأحيان الكبيرين هم الأعمار ينسى عنده شغلة مقدم كل شيء عليه من على الصلاة. بينما موسى صلوات الله وسلامه عليه في الآية المباركة وعجلت إليك ربي لترضى، الله دعاه اجى قدام ناس يركض، قال له وين الناس؟ قال له يا رب انا جيت اركض، ومجرد الدعوه انا سعيت لك. لهذا شيء يعبرون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تريد لك محامي تريد لك مدافع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اكو سيد اسمه السيد نظام الرشدي، سيد نظام الرشدي قارئ على الحسين صلوات الله عليه، فيروح يقرأ بأماكن. يقول كنت متوجه إلى محافظة خراسان، أنا كنت أقرأ بمشهد،
ورحت أقرأ في خراسان. يقول فالطريق طويل وذاك الزمن بتعب وسائط النقل مو مثل هذا الزمان مريحة. يقول المهم وصلت إلى المكان وقت ليل تقريبا، فوصلت إلى المكان بوقت الليل. يقول فتلقوني جماعة بوجه باسم كذا مريح، فأخذوني قالوا سيد نظام، قلت لهم إيه أخذوني. يقول فرحت وياهم قلت لهم أنتم المجموعة اللي جاي؟ قالوا نعم مش ويانا. يقول فمشينا دخلنا قرية قريتين ثلاثة، أخذونا بطريق بعيد. يقول هلكت من الطريق. يقول حتى وصلنا وين المكان غرفة، فدخلت جلست بالغرفة. يقول قالوا راح نجيب لك طعام شوية النوم، بعد ذلك انت ارتاح حتى انت الصبح نباشر بمجالسنا. يقول بهاي الاثناء انا ما عندي طاقة حتى للطعام من التعب. يقول بهذه الاثناء واذا اسمعهم يتكلمون يقولون هذا صيد ثمين اجانا هاي الساعة، يحدون بسكاكينهم. يقول انتبهت شفت نفسي قلت له سيد نظام ايش جابك بهذا المكان؟ هاي منطقة مال وهابية رهابية، عبارة عن نواصب العداء ناصبين العداء لآل محمد. يقول هنا وين توجهت؟ يقول توجهت للحسين سلام الله عليه. قلت له أبو علي سيد الشهداء، قلت له أنا خادمك وأنا معتقد. محل الشاهد وين النقطة الثانية والأولى همين. قلت له سيدي أبو علي أنا خادمك هاي الفترة، ما معقول تسلمني ذبيحة لهؤلاء، ما يمكن تسلمني. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ترى اللي يتمسك بالحسين ما يعوف الحسين. ومرات نقول احنا هذا الشعب رغم اللي جاي يصير عليه من مؤامرات من مشاكل، ما دام عنده حب سيد الشهداء الله سبحانه وتعالى ينجيه بمعجزة بغيرها. يقول توجهت للحسين ورفعت يدي أبا عبد الله أريدك تخلصني، أنا خادمك أريدك تخلصني من يد هؤلاء الظلمة. عرفت هذول مجرمين وأوشكوا على تقطيعي. يقول بهالأثناء بمجرد سكتت وإذا صوت بإذني قال سيد نظام اصعد بأعلى مكان عندك. يقول أنا دفعة فجأة تحركت على